وافضل برضو كده اكمل ان انا اشيل بشويش كده الجلاش من تحت واحط تاني احوطه بالطبقة اللي فوق اللي انا بحطها زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو اهم حاجة الجلاش وانا بحطه من فوق افضل كده ان انا اعكس الاتجاهات اللي انا بحط فيها، مش كل مرة تحطوا يا جماعة في نفس المكان، يعني الورق ما يبقاش فوق بعضه اهوت كده زي ما انتوا شايفين، عشان اتأكد ان هو اتغطى من كل حتة كويس. طبعا انتوا ممكن تستسهلوا وتعملوها في صينية مربعة، هتبقى طبعا اكيد معاكوا اسهل، بس عشان خاطر انا متعودة عليها وبعملها على طول فعملتها في الصينية المدورة دي، كمان عشان خاطر كانت كبيرة واخدت معايا كده الورق مظبوط. لكن الصينية المربعة اللي كانت موجودة عندي ممكن اصغر شوية فالورق بيبقى متني، فانا حبيت استخدم الورق ده بدل ما يبقى متني لا يبقى مفروض. بعد كده هوت حطيت الجلاش، حطيت لحد ما خلصت الكمية، وبعد كده بدأت ان انا اقطعه زي ما انتوا شايفين. ما بحطش طبعا بقى تاني مادة دهنية، بقطعه الاول وبعد ما بخلص تقطيع ببدأ بقى ان انا ادهنه المادة الدهنية الموجودة عندي زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت الاول محتارة بصراحة اقطعه مربعات ولا مثلثات، بعد كده اخترت لا مثلثات احلى عشان يطلع فعلا زي البيتزا. بعد كده بقى بعد ما خلصت تقطيع دهنته الدهنة الاخيرة بتاعته، وبعد كده بقى حطيت الجبنة الرومي والشيدر وحطيت الموتزاريلا زي ما انتوا شايفين اهوت كده. عايزه اقول لكم ممكن توقفوا لحد اللحظه دي وتدخلوها الفرن، وبعد نص السوا ترجعوا تاني تطلعوها تسقوها وتحطوا وش البيتزا بتاعكم، وممكن تكملوا زي ما انا عملت كده، ده الاسهل ليكم. زي ما شفتوا حطيت بواقي الفلفل اللي كانت عندي، وحطيت كده شرايح من الطماطم، وحطيت برضو الزيتون